الاجازه على الابواب ومفيش احلى من اسكندريه في الشتاء. يلا بينا نقضي يوم كامل هناك. هناخد الفطار المتين بتاعنا من عند عم زغلول في الازاريطه، وبعد كده نطلع جري على القلعه عشان نهضم بالهواء المنعش اللي هناك. كمان ممكن تدفع تيكت ب10 جنيه وتخش متحف الاحياء المائيه. نطلع بعد كده بقى على مكتبة اسكندرية، ودي طلعت مليانة باللوح والمعارض والمتاحف، مش كتب بس بالنسبة لي متحف السادات كان الأروع. متهيألي بعد كل اللف ده جوعنا، ناخد سناك بسيط. هنطلع على البان سويسرا في كامب شيزار، وده بقى قنبلة جبن، حطلك كل حاجة بتحبها جوه طاسة جبنة. بس بالنسبة لي اللحمة بالبصل هي التوب، وما تسألش ورايا. نحلي بقى، ما اكيد جوعنا من كميه الجبن دي. نطلع بسرعه على بلبن في الرمل، وده بقى هتلاقي عنده اشطوطه تريليتشي، بس بالنسبه لي الايس كريم كان المفضل. اكلنا وشربنا. لو انت عروسه بقى او بتجددي في بيتك، جاري على زنقه الستات، وهناك هتلاقي اسعار ولا في الاحلام. نلعب بقى شويه، ما هو مش كل اكل وشرب. نطلع على ملاهي المعموره، ودي التيكت بتاعها ب30 جنيه وفيها شويه لعب تجنن، واكيد مش هنروح من غير ما نحبس من عند